ناس كتير فرحت علشان اتقبض على الشاب ده اللي اسمه المذيع الفرفوش، واتقبض عليه بتهمة نشر الفسق والفجور. ايه قصته؟ هقول لكم عليها، يلا بينا. الشاب ده اسمه الحقيقي سيد غنيم من محافظة المنوفية. شاب عادي وبسيط وملوش علاقة خالص بالإعلام ولا دارس إعلام ولا أي حاجة خالص، ولكن قال لك أنا عايز أبقى مذيع. خد بعضه وجه على مصر هنا اللي هي القاهرة، وجاب مايك وجاب كاميرا وبدأ إن هو يعمل لقاءات. عمل برنامج اسمه ستار حاجة زي كده، يعني ما كلش مع الناس. بدأ ينزل المهرجانات والحفلات بقى والمناسبات اللي هي بتاعت حفلات الموضة والكلام ده كله، ويعمل لقاءات. برضه ما كلش مع الناس، لا ناس شايفت اسلوبه عادي جدا، مش عنده قبول قوي، المهم يعني ما تشافش. بدأ ان هو يروح ويستلقط بقى الشخصيات اللي هي بتكون موجودة، زي البنات اللي هي مثلا لبسها ملفت للنظر، لبس عريان شوية، الحاجات دي كلها. وبدأ يعمل معاها لقاءات ولقاءات بقى، ويتكلم في اي حاجة، كلام خارج السياق، جمل مش عارف ايه. طبعا لما نزل الحاجات دي عنده على السوشيال ميديا مشاهدات كتيرة جدا، بدأت 100,000 مشاهدة و200,000 مشاهدة، وبدأ متابعين كتير من الأندر إيدجز يشوفوا والكلام ده كله، فاستحلاها. فقال لك طب ما نطور أكتر شوية. فبدأ إن هو يلبس بقى لبس لافت للنظر كمان، ويروح يعني ممكن تلاقيه لابس مثلا لبس يوليوس قيصر، لابس جيبة، لابس لبس فرعوني ولا اساور في ايديه وحاجات كده، ويعمل لقاءات غريبة جدا، ويعمل زي عرض للفتيات دي قدام الكاميرا. يعني مثلا يروح ماسكها كده ويلفها بروتة كده يفرج يعني الجمهور عليها، ما اعرفش هو المغزى ايه بالظبط. وبدأ ان هو يروح للراقصات، راقصات بقى الدرجة الثانية والثالثة والكلام ده كله، بلبس فج جدا ومثير جدا، واللبس منافي للآداب والذوق العام، ويعمل معاهم لقاءات ويتكلم في كل حاجة انت ممكن تتخيلها. يعني ممكن يقول اي كلمة، يعاكس ويقول جملة كده مش لطيفة على مظهرها و الراجل ده وصل بيه الحال ان هو يعني تابعه دلوقتي 2 مليون بني ادم. الشاب ده كان بيحقق مشاهدات بتعدي 30 مليون ولا 40 مليون مشاهدة في الشهر. الشاب ده وصل بيه الحال ان هو بيوصل لارباح 3000 و4000 دولار في الشهر. اشترى عربية، واشترى شاليه في الساحل، واشترى شقة حلوة. ايوه انا بقول لكم معلومات. وبدأ يتم استقطابه من بعض الاشخاص اللي فاتحين مشاريع في الساحل الشمالي، وخاصة في الصيف. بيجيبوا بقى رقصات يرقصوا على البيتش، او يرقصوا بقى على حمام السباحة والكلام ده كله. هو يروح بقى ويعمل معاهم لقاءات على اساس ان هو بيعمل دعاية للمكان يعني، وبيعمل دعاية لهذه الرقصات. وهناك بعض الفتيات الساقطات اللي كانوا بيظهروا معاه، لا ليهم اي صفة ولا اي، لا هم رقصات ولا هم اي، هم ساقطات. تمام. مشاهدات بالملايين. انا قابلته اكتر من مره، ماليش كلام معاه تماما، اقسم بالله ما كلمته كلمه. ولكن في يوم من الايام كنت موجود في اسكندريه في حفله معموله في مكتبه اسكندريه، لقيته لابس لبس كله ذهبي كده وحاجات كده، ولابس جيبه، ولابس شبشب فرعوني، ولابس فوقيه كده تاج كده بتاع كوبرا، عارف انت اللي هو بتاع كيلو باترا، حاجات كده يعني. فانا حتى سمعته حد بيقول له ايه اللي انت عامله ده، ايه الهطل ده؟ فقال لا ده لبس يوليوس قيصر. فانا جبت واحد قلت له انت تعرف ده؟ قال لي اه يا عم اعرفه، بتكلم معاه. قلت له بص انا ما بتكلمش معاه، بس قول له اللي بيعمله ده غلط ونهايته وحشه. فالشاب ده انصحه وقول له يا ابني ما تعملش كده، ولا تعمل اللقاءات دي الفجه دي، لان يعني ده فسق، ويعني وفجور فج وواضح وصريح. قال بص احنا كلمنا كتير وقلنا له، قال لك ما انا عملت فيديوهات محترمه ما كلتش مع الناس، فانا دلوقتي بعمل ايه؟ الفيديوهات دي تاكل مع الناس والناس بتشوفها، وبعدين انا بعمل اللي الناس عايزاه، مش الناس عايزه تتفرج على الحاجات دي، انا بعمل كده. قلت له مفيش حاجه اسمها كده، ده لو اتعكش فقدامه حاجتين. يعني اولا مش هيتساب، تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه كل الناس هتفرح فيه، محدش هيقول ربنا يفك كربه، ربنا يفك سجنه. ما فيش حد هيتعاطف معاه ولا ده شاب غلبان، لا، ده استحلى السهل، ده راح عمل حاجات سهله. ده ما فيش فرق بينه وبين اي حد بينشر الحاجات اللي هي اكثر فجاجه من ده، واللي احنا يعني عارفينها بهذا الشكل. ده ازاي اصلا يكون هو يحترم نفسه وهو بيقف يبص للمرايه؟ الناس زي الواد ده يعني ازاي هو مش صغير على المناسبه، يعني انا اسف ان انا بقول واد، الشاب ده لان هو مش صغير، ده هو فوق ال40. لما بيقابل ناس يعرفوه وحتى يعني اهل بلده، بيقابلهم ازاي؟ بيقول لهم انا باكل عيش منين، بيقول لهم انا بعمل ايه، مذيع فرفوش ايه، المهم يعني. فقالوا احنا حاولنا معاه. فانا بنصح كل الناس اللي عايزه حتى تشتهر، طريق الشهرة ممكن يكون سهل، ولكن لا يصح إلا الصحيح. في النهاية أنت لو عايز تشتهر قدم حاجة محترمة، قدم محتوى محترم، محتوى سواء كان هادف أو قدم معلومة للناس في أي حاجة بالمناسبة،
مش لازم يعني ان انت تقدم سر اختراع الايس كريم. ما انت عادي بتتكلم في الرياضه، ناس كتير بتتكلم في الرياضه، بتتكلم في الفن، بتتكلم في الفن. بس في ناس مهتمه بالفن، الفن الكويس. انا لا بطلع اقول حاجه فجه، ولا انا بعرض صوره فجه، ولا انا بروح اعمل لقاء فج مع ناس يعني فتيات ليل خالص. اعمل حاجه كويسه. لو انت فعلا شخص محترم وبتحترم نفسك وبتحترم الناس اللي بيشوفوك، الناس هتشيلك فوق الراس. شكرا جزيلا.